مين اللي يقدر يحقق ثروة في عصر المعلومات؟ مارك بوستر مؤرخ من جامعة كاليفورنيا قال ان عصر الاقتصاد الصناعي انتهى وعصر المعلومات هو عصر الغنى. الثورة الصناعية كانت اهم حدث في القرن العشرين، لكن الثورة التكنولوجية وتقنيات المعلومات هي اهم حدث في القرن الحادي والعشرين. لفهم كيف يصبح الناس اغنياء في عصر المعلومات هنحتاج الى فهم الفرق بين عصر المعلومات والعصر الصناعي والعصر الزراعي. في العصر الزراعي كان المجتمع مقسم الى طبقتين، طبقة ملاك الاراضي وطبقة العبيد. لو كنت عبد فما تقدرش تعمل اي حاجة حيال ده، فملكية الارض بتنتقل من عيلة للتانية وانت بتفضل على نفس الحالة اللي اتولدت عليها. في العصر الصناعي لم تعد الزراعة مصدر للثروة، بل اصبحت الصناعة هي مصدر الثروة. لم تعد الارض هي مفتاح الثروة، بل اصبح المصنع هو المفتاح. وفي عصر المعلومات اصبحت المعرفة هي مفتاح الثروة. لو كنت بتمتلك المعرفة فتقدر انك تكون غني. مع تقدم العصر الصناعي ظهر نوع جديد من الثروة ونوع جديد من الاغنياء، وهو رجل الاعمال العصامي. الثروة لم تعد تعتمد على ملكية الأرض بل على الذكاء والأعمال والمصانع، لكن ما زال يتطلب رأس مال كبير لبناء المصانع والمشاريع التجارية. وبعد كده جت شبكة المعلومات العالمية والعولمة عام 1989 وتغير كل حاجة مرة تانية، وما عادش المصانع ضرورية لممارسة الأعمال التجارية، وأي شخص على شبكة يستطيع انه يقوم باعمال تجاريه. اختفت عوائق وحواجز تحقيق الثروه اللي كانت موجوده في العصر الزراعي والصناعي، وانتقلنا من العصر الزراعي الى العصر الصناعي الى عصر المعلومات. عشان كده انهار الحاجز اللي جعل شخص ما في طبقة المجتمع الغني وشخص اخر في طبقة المجتمع الفقير. في عصر المعلومات يمكن لأي شخص يمتلك مهارات ومعارف انه يكون غني. العصر الصناعي كان بيعتمد على المركزية والسيطرة، اما عصر المعلومات فبيعتمد على اللامركزية واللا سيطرة واللا حكومة. ده هو الشيء الحاسم لفهم عصر المعلومات. دلوقتي عندنا فهم واضح لكيفية اختلاف عصر المعلومات عن العصر الصناعي، لكن خلونا نعيد النظر تاني في سؤالنا اللي فات. مين هيكون غني في عصر المعلومات؟ رقم 1، التعليم الذاتي اللي بيثقف نفسه بنفسه. عشان نوضح التعبير ده تعالوا نرجع شوية لورا للعصر الزراعي والصناعي وانتقال المهارات. في العصر الزراعي كانت المهارات الزراعية بتنتقل من الاب للابن، ولو عايز تتعلم ازاي تبقى حداد كان لازم تكون ابن حداد، ولو عايز تبقى بناي لازم تكون ابن بناي. مع مجيء العصر الصناعي كل حاجة اتغيرت وبقى ممكن تروح الجامعة وتتعلم اي مهارات انت عايزها، فالمعارف كانت متاحة. لكن في عصر المعلومات وانتقال المهارات بقى الموضوع تاني خالص. المهارات اللازمة للنجاح في عصر المعلومات مش زي اللي كنا بنتعلمها من ابائنا في العصر الزراعي، ولا زي اللي كنا بنتعلمها في المدارس والجامعات في العصر الصناعي. دلوقتي الاطفال بيعلموا ابائهم مهارات استخدام الكمبيوتر، وكتير من رجال الاعمال اللي اتعلموا التكنولوجيا المتقدمة الانترنت في الشركات ما تعلموهاش في الكلية. واصحاب الملايين في المستقبل من المحتمل انهم يكونوا مش عندهم تعليم جامعي اساسا، فهيسيبوا المدارس العليا ويتعلموا المعارف والمهارات بنفسهم. يعني في عصر المعلومات بقى ممكن اي شخص يتعلم اي مهارة حتى لو كان من بيئة فقيرة او محرومة. رقم 2، الناس بالافكار الجديدة. التفكير خارج الصندوق هو مفتاح النجاح في عصر المعلومات. عشان نرد على سؤالنا اللي فات، فالناس اللي بيفكروا بره الصندوق دول هم اللي هيبقوا اغنياء في عصر المعلومات. في اغلب الاحيان فكرة بسيطة ممكن توصل الناس للنجاح في العصر ده. خد مثلا الشاب الهندي صابر باتيا مخترع البريد الالكتروني الهوت ميل. كان صابر بيشتغل مهندس كمبيوتر في وادي السيليكون وما كانش عنده اي خبرة سابقة في المشاريع التجارية. وفي يوم من الايام وهو في طريقه للبيت اتصل بيه صديقه على الموبايل وقال له ايه رأيك نبدأ نبني موقع خدمات بريد الكتروني مجاني على الانترنت؟ وبعد ما وصل صابر البيت ادرك ان دي هي الفكرة اللي كان بيدور عليها، فكلم صديقه على طول وقال له يلا نعمل ده. وبعد 3 سنين باع صابر الهوت ميل لشركة مايكروسوفت ب 400 مليون دولار. والامثلة كتير في الباب ده. خلاصة القول، في عصر المعلومات الفرص متاحة للجميع، لكن اللي هينجح هو اللي عنده افكار جديدة ومميزة واللي بيفكر بره الصندوق. رقم 3، الكتاب. الناس اللي ممكن يحققوا الثروة في عصر المعلومات هم الكتاب.
في العصر الصناعي كان الكتاب بيعتمدوا على دور النشر الكبيرة علشان ينشروا الكتب بتاعتهم. خلي بالك ان تقنية ماكينة الطباعة في العصر الصناعي كانت مركزية ومسيطر عليها، ودور النشر كانت بتاخد حصة الاسد من الارباح. اما في عصر المعلومات الكتاب بيقدموا كتاباتهم الخاصة وبياخدوا معظم الارباح. الكتاب بقى ناجح على الانترنت، في كتب الكترونية ومقالات الكترونية، كل يوم بينزل عدد كبير من الكتب الالكترونية الجديدة، واللي منها بيحقق نجاح كبير وبيجيب لاصحابه دخل كبير. في ناس كتير بيحققوا دخل كتير نتيجة مباشرة للكتابة الإبداعية، وبتعتبر جي كي رولينج أشهر كاتبة بريطانية حصلت على كل ثروتها من الكتابة. بس صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر استطاعت السلسلة دي تغيير حياة رولينج من سيدة بتجيب 100 يورو في الأسبوع لواحدة من أكتر الكاتبات ثراء، لتكون أول مليارديرة في العالم من الكتابة.